السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا شعب التشغيل سنة تانية. يعني وحشتونا والله، واحنا في الظروف اللي احنا فيها دي. ربنا ما يعيدها علينا تاني ويعافينا ويعفو عنا ويعدي هذا الظرف على خير إن شاء الله. أتمنى أن كلكم بخير وبصحة وعافية، وكل واحد فيكم يحافظ على نفسه وما يعرضش نفسه لأي مشاكل وما يعرضش نفسه لأي عرضة لانتقال الفيروس ليه. إن شاء الله هنحاول نتكلم مع بعض عن الوحدة السابعة في مادة الكاب. الوحدة السابعة في مادة الكاب بتتكلم عن الموظفين. ايه هم الموظفين؟ الموظف ده بيبقى أهم مكون من مكونات المشروع، حاجة أساسية في المشروع. مفيش مشروع بيمشي من غير موظفين. دي نقطة مهمة جدا. أي مؤسسة بيبقى فيها مجموعة من الموظفين. طيب الريادي اللي هو صاحب الأعمال أو صاحب المشاريع لابد إن هو يتحلى بحاجات ويقوم بحاجات ويتجنب حاجات. إيه الحاجات اللي يقوم بيها الريادي كصاحب أعمال؟ إن هو واحد يراعي مشاعر الآخرين، يبقى راجل حساس ويراعي مشاعر الناس ويلاحظ كل حاجة ويفهم الكلام اللي بيقوله، ما يكونش جارح للناس أو يراعي يعني يبقى عنده لباقة في الكلام، ومشاعر الآخرين تبقى عنده حساسة فيها أوي يعني. رقم 2 أن يكون نموذج يحتذى به. يعني كل الناس تشوفوا إن هو فعلا نموذج وقدوة، وكل الناس تحب تتمنى إن هو يبقى زيهم يعني. النقطة الثالثة إن هو يتقبل الاختلافات الفردية بينه وبين الناس، ومبقاش متسلط لرأيه، قابل إن هو يسمع رأي الآخر، يناقش رأي الآخرين، يتقبل الاختلافات الفردية بينه وبين الناس التانية. النقطة الرابعة زرع الثقة في نفوس الموظفين، دايما يبقى باعث أمل وباعث ثقة للناس. زرع الثقة في نفوس الموظفين، بلاش إحباط، بلاش يأس، بلاش إن هم يعيشهم في ناحية سلبية مش كويسة. النقطة الخامسة تشجيع الموظفين على اتخاذ القرارات الخاصة بهم، إن هم يشجعهم إن هم يكون عندهم قدرة على اتخاذ القرارات. ده المفروض الريادي بيقوم بيها. طب الحاجات اللي الريادي ما يقومش بيها: واحد، توبيخ الموظف أمام زملائه. ما ينفعش الريادي يمسك الموظف يوبخه أو يضايقه أو يحرجه أو يقول له كلام مش مظبوط. النقطة التانية تفضيل بعض الموظفين على موظفين آخرين. ما ينفعش حتة المحسوبية وتفضيل الناس على ناس وتفضيل واحد على واحد، والنقطة دي بتعمل حزيات بين الناس. النقطة الثالثة التفكير بالنيابة عن الموظفين. ما ينفعش أنا كريادي أحجر على رأي الناس وأفكر لهم في كل شيء وهم دماغهم واقفة ما يفكروش، اللي أنا أقوله هم اللي ينفذوه خلاص. النقطة الرابعة الانفراد بالسلطة. ما ينفعش أنا أكون متسلط ومنفرد بالسلطة ومتحكم فيهم في كل شيء. النقطة الخامسة ما عنديش حب الجدال والمناقشة. ما يكونش صفة من صفات الريادي ان هو بيجادل وبيناقش ومتعب، مش مرن في المناقشة ويقبل المناقشة ويقبل الشورى ويقبل الكلام بينه وبين الناس. فنقطتين مهمين جدا بالنسبة للريادي: الحاجات اللي بيقوم بيها والحاجات اللي المفروض يتجنبها. طيب